لو انت مفكر ان انت اما تقفل الواي فاي من هنا كده بالشكل ده كده قفلت كده الواي فاي، يبقى انت غلطان. لا، الواي فاي ما اتقفلش، وفي الحقيقة الواي فاي شغال في الخلفية وبيستهلك طاقة وبيستهلك بطارية ومشغل موبايلك وبيبعت تشخيصات على الموبايل وانت مش واخد بالك منه. بس قبل ما اقولك هنقفله ازاي مع بعض، ما تنساناش لو لسه مش متابعني تابعني عشان ما فوتكش اي جديد. ولو حد هيستفاد من الخاصية دي يا ريت تشير له الفيديو. هنجيب الاعدادات بالشكل ده كده وهتنزل على حاجة تحت اسمها الموقع. الموقع بالشكل ده كده هتضغط عليه، وبعد ما يجيب لك الموقع هتلاقي البحث عن واي فاي. طبعا انا لسه قافل الواي فاي والواي فاي مقفول قدامكم اهو. مجرد ما تيجي كده هتضغط على الموقع وهتضغط على البحث عن واي فاي، هتلاقي الاتنين متفعلين بالشكل ده، البحث عن واي فاي والبحث عن أجهزة تتضمن بلوتوث. وإيه هو البحث عن واي فاي؟ يمكنك السماح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن الأجهزة المجاورة في أي وقت، حتى في حال إيقاف الواي فاي. معناها إيه بقى؟ ان لو الواي فاي نفسه انت قافله من بره زي ما انا قافله كده بالشكل ده، في تطبيقات من حقها تشغل واي فاي وتوصل للخدمات والاجهزه المجاوره وبتعمل بحث وبتعمل سيرش وبتكون شغاله في الخلفيه. وطبعا حضرتك عارف ان ده كله بيستهلك داتا وبيستهلك بطاريه وبيستهلك من رامات ومعالج الموبايل، وبيخلي الموبايل يقظ لمده 24 ساعه في ال 24 ساعه. فانا هقفلهم بالشكل ده كده، وبكده نكون احنا قفلنا الواي فاي من جوه الموبايل نفسه. كده انت اما تقفله بره هيكون اتقفل معاك، لو ما قفلتوش هو شغال معاك. وفي نهاية الفيديو متنساناش من اللايك، ولو عندك حد من صحابك يا ريت تشير له الخاصية دي.